ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند محمد على قناه حياتك احلى من ده محمد. هعمل معاكم النهارده السلطه الخضراء باسهل واسهل طريقه. ركزي معايا كده في التفاصيل ومشي معايا خطوه بخطوه. مبدئيا مقادير السلطه دي هتكفي من 4 ل5 افراد. لو انت عندك الافراد اقل من كده هتقللي المقادير، لو عندك الافراد اكتر من كده هتزودي المقادير. هحتاج نص حزمه شبت، نص حزمه كزبره، نص حزمه بقدونس، تمام، كابوتشايه صغيره، 3 خيارات كبار، 4 طماطميات وسط، 3 فلفل رومي اخضر وسط، نص فلفلايه احمر، نص فلفلايه اصفر الوان كبيره، جزرايه كبيره. لو انت عندك الكرنب الاحمر اللي هو بيتقطع مع السلطه قطعيه مع السلطه. لو انت عايزه تقطعي مع السلطه بصل اخضر او بصل احمر مفيش اي مشكله زي ما تحبي، بس انا ما بحبش طعم البصل في السلطه. هنقطع كل المقادير كده زي ما انتم شايفين وهنبشر الجزرايه. هنحط بقى معلقه خل تفاح صغيره، معلقه خل ابيض صغيره، عصير ليمونه، معلقه صغيره ممسوحه من الملح، ربع معلقه فلفل اسود. لو انت عايزه تحط عليها كمون برضو مفيش مشكله. البهارات دي حسب ما تحبي. هنقلب كل مكونات السلطه كده زي ما انتم شايفين. وهنحط عصير ليمونه، عصير ليمونه صغيره، معلقه صغيره خل تفاح، معلقه صغيره خل ابيض، معلقه ممسوحه من الملح، ربع معلقه فلفل اسود. ونقلب كله مع بعض كده زي ما انتم شايفين. ده شكلها بعد التقديم. لو انت حابه تضيف عليها معلقه صغيره من زيت زيتون مفيش مشكله، بيدي برضو للسلطه طعم حلو. ان شاء الله تجربوها بالطريقه دي ان شاء الله وتعجبكم ان شاء الله. طعمها حلو ومميز جدا. لو عجبك الوصفه لايك واشترك في القناه، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.